قطري بن الفجاءة. هو أبو نعمة قطري بن الفجاءة، واسمه جعونة ابن مازن ابن يزيد ابن زياد الخارجي. خرج في عهد مصعب بن الزبير لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير، وكانت ولاية مصعب سنة 66 للهجرة، فبقي قطري 20 سنة يقاتل. وكان الحجاج بن يوسف يسير إليه جيشا بعد جيش وهو يستظهر عليهم، وكان رجلا شجاعا مقداما كثير الحروب والوقائع، قوي النفس لا يهاب الموت. وفي ذلك يقول مخاطبا نفسه: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لا تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، ولا ثوب الحياة بثوب عز فيطوى عن أخي الخنع يراعي، سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ويعد قطري بن الفجاءة من جملة خطباء العرب المشهورين بالبلاغة والفصاحة، وقد قتل في سنة 78 للهجرة.